دعني أتحدث معك عن آلام العضلات المزمنة. وهي حالة شائعة جدا. لزيارات عيادة العظام في الوقت الحاضر. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية ويقضون ساعات طويلة. يعملون على أنظمتهم. أيضا العمل من المنزل هو شيء شائع يحدث في الوقت الحاضر. ويأتي إلينا الكثير من المرضى وهم يعانون من آلام في العضلات، خاصة في مناطق الرقبة والجزء العلوي من الظهر والجزء السفلي من الظهر والور ومنطقة الأرداف. ومن المهم جدا تحديد هذه الحالات. لذا المرضى الذين يأتون عادة ويقولون إنهم يشعرون بالألم عند النشاط، ومع تقدم الحالة قد يشعرون بالألم حتى في حالة الراحة. العديد من المرضى قد يقولون حتى أنهم يشعرون بألم ممتد إلى أذرعهم من الرقبة أو إلى الأرداف أو الفخذين من الجزء السفلي من الظهر. العديد من المرضى يخلطون بين هذا وبين نوع من الألم العصبي الورقي في الطرف السفلي أو مع نوع من الألم الناتج عن ضغط العصب في الطرف العلوي، ويشعرون بالقلق ويأتون لزيارتنا. لذا أولاً نحتاج إلى فهم ما هي العوامل المسببة لهذه الأنواع من الآلام. هناك أساساً 4 عوامل مسببة رئيسية. الأول هو وضعية الجلوس الصحيحة. لذا الكثير منا يميل إلى الجلوس في أوضاع غريبة عندما نعمل على مكتب. أجهزة اللابتوب أيضاً إذا لم تستخدم بطريقة مناسبة تميل إلى التسبب في الكثير من الإجهاد على الرقبة والجزء العلوي من الظهر وحتى على مناطق أسفل الظهر. لذا تصحيح هذه الوضعيات هو أمر مهم جداً. استخدام هواتفنا الذكية عندما نكون في السرير هو أيضاً أمر شائع في الوقت الحاضر. وبغض النظر عن الطريقة التي نفعل بها ذلك، فإن الاستلقاء واستخدام الهاتف الذكي أو أي جهاز محمول آخر يمكن أن يكون ضاراً للعضلة في مناطق الظهر. لذا هذا هو السبب الرئيسي الأول. السبب الثاني هو نقص النشاط البدني المناسب. الآن بما أن الكثير منا يقضي الكثير من الوقت على مكاتبنا، فإننا لا نقوم بتمارين التمدد بشكل كاف. لذا هناك شيء يسمى تمرين التمدد القصير، وهو ينصح به لجميع الذين يعملون في وظائف مكتبية. لذا القيام بتمارين تمدد صغيرة للرقبة وأسفل الظهر والساق ربما مرة كل 25 إلى 30 دقيقة ينصح به. أيضا في العمل أشياء أخرى يمكن القيام بها لمنع هذا النوع من آلام العضلات المزمنة. ستكون تقليل تناول الكافيين وزيادة تناول الماء وتناول كمية جيدة من الأطعمة الغنية بفيتامين سي. أيضا العمل في ضوء طبيعي كلما أمكن ينصح به. غين غير ذلك من الناحية الغذائية أيضا تلعب العديد من العوامل دورا، مثل نقص فيتامين د وفيتامين B12. الذين يعانون من نقص في البروتين ولا يحصلون على كمية كافية من المعادن الدقيقة يميلون أيضا إلى الإصابة بهذه الأعراض بشكل أكثر تكرارا. تناول الماء كما ذكرت سابقا أيضا مهم للغاية. والعامل المسبب الأخير هنا هو التوتر. لذلك في كثير من الأحيان نرى تجليات جسدية للتوتر بالطبع لا أقول إنه السبب الوحيد لهذا النوع من الألم، لكنه بالتأكيد يساهم فيه. نميل إلى إبقاء عضلاتنا أكثر توتراً عندما نكون تحت ضغط أكبر، ولأن هناك الكثير من المواعيد النهائية التي يجب الوفاء بها. كما تعلم، العمل على مدار الساعة وفي أوقات غير منتظمة يمكن أن يسبب هذا. فإن بعض أنواع التخفيف من التوتر بمساعدة ربما بعض أنواع البرانوياما أو التأمل ومثل هذه الأنشطة ستكون مفيدة.